السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. كتير مننا بيحلم بالرمز اللي انا هتكلم عنه النهاردة اختلاف صوره. الرمز ده مكون من 3 حروف لكنه بيمثل 3/4 مساحة الكرة الأرضية، وهو رمز المية في المنام، الماء في المنام اللي احنا بنستعملها. كتير مننا بيشوفها في الأحلام باختلاف صورها، مية بيشربها، مية مطر، مية بحر، مية صنبور، أي حاجة اللي احنا بنستعملها. بس هل الرؤى في الحالة دي بتكون مبشرة ولا محذرة؟ طبعا انتوا عارفين مبدئي في تفسير الرؤى والأحلام ان انا دايما اقول ايه اهم حاجه في الرؤيه؟ سياق الرؤيه. والميه دي كنت بتستعملها في ايه وكانت ازاي؟ اختصارا لكل الكلام اللي هقوله للناس اللي بتحب تختصر وتسمع بدايه الفيديو، هقول الكلمتين دول: الميه في اماكنها مبشره، والميه في غير اماكنها محذره. يعني ايه؟ يعني لو قلنا ميه بحر، ميه نهر، ميه قنايه، ميه اي حاجه في مكانها بتبقى بشرة بشكلها الجميل الغير عاكر، بالمنظر اللي احنا بنقول عليه الميه العادي. ميه يعني احنا شايفين الميه بتسر نظرنا وشايفينها هاديه في البحر بتاعها وشايفينها ماشيه مستقره. الميه في غير اماكنها تحذير. يعني ايه برضه؟ يعني لو ميه مثلا في بيتي مغرقه المكان، لو ميه في فرشي، لو ميه جت على ملابسي، لو ميه اتدلقت عليا، كل ده تحذير. خلص الفيديو. اللي عاوز كده يعني انتهى. اللي عاوز بقى يفهم بالتفصيل علشان ما يتوهش بعد كده في التفسير يكمل الفيديو للاخر. طيب ايه حكايه الميه المبشره والميه المحذره وفي اماكنها؟ نقول بالتفصيل. لو قلنا ان الميه في كوب كده بنشربها، الري خير من العطش، ولما الانسان بيرتوي او بيشرب بشرى ليه بتحقيق امنيه واستجابه دعاء وامر هيقضى ليه في فرحه وخير، لقضاء حاجتي، للاغتسال، للوضوء، غسيل الاواني، لغسيل ملابس، للحاجات اللي انا عايزه استعملها فيها. الرؤيه مبشره جدا. كل ميه بتعامل معاها باحتياجي ليها حتى لو منظرها جميل قدامي وشايفها، تكون الميه مبشره جدا جدا. واقول لك ابشر في كل الامور اللي انت استخدمت فيها الميه، حتى لو للاستمتاع وللنظر ليها. حتى ميه المطر لما تكون الميه نازله كده خفيفه وحلوه وهاديه، واحتياجي ليها منظرها الجميل، واحتياجي ليها كغيث للزرع، احتياجي ليها كحاجه كده تغير الاجواء بتاعه الجو اذا كان في تراب او كان في كده، فبتنزل تنقي الجو، فده احتياجي ليها بالخير طبعا. فبتبقى الرؤيه مبشره باستجابه الدعاء، لاني بيقال اني من الاوقات اللي مستحبه للدعاء هي وقت نزول الغيث، فتبقى الرؤيه كده مبشره. امتى نقول بقى ان الميه رؤيتها محذره؟ لما تكون الميه عكره، لما تكون الميه بتبلل الثياب او الاماكن او في البيت. الميه في البيوت لما تكون مغرقه البيت، مثلا ميه بتسرسب، ميه ماشيه. وطبعا انا دايما بقول لكم ايه، نحكي تجاربنا. بجد انا مبسوطه جدا للفيديو اللي فات اللي كنا بنتكلم فيه عن الحاجات اللي بتقول عن الموت وعن الاموات وكده، ولقيت فيه اقبال جامد جدا واستفدت جدا بجد منكم، لاني قريت كل الكومنتس الموجوده تحت الفيديو. لقيت ان انتوا رؤاكم ما شاء الله كانت بجد بتساعد الفيديو بتاعي كمان، وبتاكد اللي انا بقوله بلس كمان انها ضافت لي معلومات جديده هستفاد منها فيما بعد في تفسير الاحلام. متشكره جدا ليكم. وبرده بالمثل في موضوع الميه. احنا دلوقتي بنتكلم عن رؤى الميه لما تغرق المكان. اللي انا شفته اللي تابعته مع نفسي ان ميه غرقت مكان او ميه في بيت معناها دموع بقى لمرض، دموع لوفاه، دموع لفشل، لاي حاجه تحصل. فده معناه الميه في المكان دموع وكارثه في المكان. لما تكون مسوحه المكان كده، مدلوقه في البيت تحت السجاد، ماشيه على السلالم، مغرقه الدنيا ومحتاجه مجهود لتنظيفها او اللي احنا نشيلها، دي اللي بتكون الرؤيه فيها محذره. وان رؤيه بيقع بعدها كارثه او مصيبه. لو الميه دي مبلله الملابس، او حد مثلا واقف في مكان كده ولقى هدوم مبلوله، معناها ان هو يتعرض لمرض او بكى لا قدر الله. هذا والله تعالى اعلى واعلم. موضوع بقى البحار، احنا اتكلمنا طبعا باستفاضه عن موضوع ان انا اكون واقف على بحر او على نهر او كده. طول ما يكون البحر هادي او النهر هادي او الميه اللي فيه كده ماشيه هاديه ومفيش موج، مفيش تقليب في الامواج، بتكون الرؤيه مبشره جدا بالامر اللي انت محتاجه. لان البحر بنقول ان هو حد ذو سطوه، حد جليل القدر ذو هيبه، او جهه حكوميه انت خايف منها. المهم لما تكون الاجواء هاديه قضت مصالحك دي على يد حد هيساعدك ويكون ذو قدر وذو هيبه وذو سطوه. لان البحر زي ما انتم عارفين هادي وجميل ونستمتع بيه، لكن لوقت ما يقلب بيكون غدار وممكن ان احنا نغرق فيه. اللي امهر السباحين ممكن يغرقوا في البحر طول ما هو هايج ومش مستقر. فلو انت مقبل على امر ولقيت البحر هادي، كمل الامر للاخر. حتى لو انت عامل استخاره ولقيت البحر هادي فابشر وكمل. لقيت البحر هايج وبقلاب، ابعد. او شايف الموج بيقلب، ابعد. وانك انت تخاف من حد ذو هيبه او ذو سطوه ان هو هيعطل لك مصالحك، فارجع الوقت ده وابتدي اشتغل او اعمل حاجه الوقت اللي جاي. هذا والله تعالى اعلى واعلم. يعني مثلا حد سالني قال لي طب انا لو واقف على بحر
والبحر ده انا ما غرقتش فيه وما سبحتش فيه وموجه بيتقلب جدا، وفجاه لقيت الموج جت عليا غرقت ملابسي. يبقى حد ذو هيبه او ذو سطوه او ذو مكانه هيسبب لك في اذى ومتاعب وممكن بكا ما دام الميه حصلت الملابس بتاعتك. طب لو انت قدرت ان انت تبعد والميه ما جاتش عليك، معناها ان انت تداركت الامر في الوقت المناسب وربنا قدر لك الخير في البعد عن ده. هذا والله تعالى اعلى واعلم. في برضو معلومه عايزه اضيفها بالنسبه للميه اللي بتكون مغرقه الاماكن. يعني احيانا بتكون الميه اللي مغرقه الاماكن ميه صافيه ومغرقه المكان، بس عايزه مجهود لان انت تشيلها او انها ده مش مكانها. بتبقى معناها زعل بسيط جدا ويعدي يومي، او مثلا بكتره بقى وكتير ونازله بشكل ما ينفعش ان احنا نقدر نشيلها زي الشلالات كده، يبقى لا قدر الله في حزن في البيت ده. لو كان في مريض يبقى وفاه المريض. انا تجربتي الشخصيه تجربتين. في حد من اهلي يعني شاف في منامه ان في ميه كتير قوي نازله من على السلالم، وده قبل وفاه والدي، والميه ملهاش اخر، يعني ميه عماله ما تنفعش حتى انها تتشال ولا زي الشلالات كده. فده كان الحزن الشديد اللي على والدي والوفاه والدموع والبكاء. انا بقى تجربتي الشخصيه في مره شفت في منامي اني انا بشيل ميه كتير قوي من اوضه اولادي. لقيت ميه والميه عكره وريحتها مش حلوه زي ميه الصرف الصحي كده. ايه اللي جابها جنب السراير وايه اللي جابها في الاماكن وتحت السجاد؟ وبقيت ماسكه طبق وعماله اشيل واحط واشيل واحط، وانا ايه يعني مش عارفه اخلص من الميه دي، وفين لما نشفت وفين لما اتمسحت. اتفاجئ بعدها اني انا الاوضه دي اللي فيها الاولاد ولادي كلهم مرضوا كلهم. كانت رؤى بنت صغيره شايلاها على ايدي ومرضت هي كمان وولادي الاثنين. جبت لهم وجبه من بره، اكيد طبعا انتوا عارفينها وجبه ايه، وكانوا طلبوها واكلوها، وبعدها على طول جالهم ما تعرفوش بقى نازله معويه بدايه تسمم الله اعلم، بس الكل تعب. اللي على ايدي اللي انا شايلاها والاولاد وانا كمان بسيط، بس انا بقيت بخدمهم كلهم وانا تعبانه وهم كمان تعبانين. بس انا كنت اكلت قليل في الوقت ده وهم اكلوا من الوجبه دي كتير. هي وجبه معروفه ومشهوره يعني اكيد عرفتوها طبعا. فالمهم اكلوا الاولاد منها وانا اكلت حاجه بسيطه. انا تعبت بسيط وهم كلهم تعبوا، وانا اللي بقيت وانا تعبانه خدماهم وشايله كمان البنت الصغيره كانت لسه بشيلها على ايدي، والاوضه يعني كلها كانت مرض، وده سخن عمال اعمل له كمادات، وده بياخد العلاج، وده بيرجع، كلهم كانوا بيرجعوا كلهم تعبوا. وكانت الميه ساعتها معناها مرض وتعب في المكان ده، وكان ساعتها في الاوضه بتاعتهم اللي هم قاعدين فيها. فكانت الرؤيه كده محذره والله اعلى واعلم. الميه في الاماكن العامه، يعني انا ايام كورونا دي كان من كل انحاء العالم بيتصلوا بيا ويقولوا لي ان احنا شفنا في البلد قبل اصلا ما تكون الجائحه دي او قبل ما يحصل الامور تتطور، كانوا يقولوا لي ان احنا شفنا ميه في الشوارع، واللي يقول ميه مجاري طافحه، واللي يقول مسوحه الاماكن ومش عارفين نعدي، واللي يقول ميه بطينه. فكانت معظم الرؤى كده، وساعتها كان معناها لما دام في اماكن عامه مش في البيت بتبقى معناها انتشار وباء في المكان وامراض. اصابك شيء من الماء ده اصابك شيء من الوباء، وان انت لو قدرت تتفادى ده طول الرؤيه الوباء ده بيكون عام، لكن انت ربنا هينجيك من الوباء ده. هذا والله تعالى اعلى واعلم. حاجه تانية تذكرتها بالنسبه للميه، حمل الماء. يعني واحد شايل ميه والميه تقيله قوي، ده تحمل مسؤوليه واعباء بقدر ثقل الماء عليك. لو قدرت تشيله وقدرت على المسؤوليه، ما قدرتش تشيله مش هتقدر على المسؤوليه وهتكون متعبه جدا. وبقدر صعوبتها وبقدر التعب اللي انت شفته فيها بقدر ما هيكون العبء او المسؤوليه اللي انت شايلها. هذا والله تعالى اعلى واعلم. كمان حاجه تانية بنقولها احنا في مصر، انا ما اعرفش عند الدول التانية بيقولوها ايه، بس بيقولوا رش الميه عداوه، وان انت لما تدلق على حد ميه يبقى انت بتعاديه. اللي عايزه اقول ايه كمان جزئيه كده تخص الطلبه والطالبات. يعني كتير بيكونوا في الامتحانات يقولوا لك ايه، انا وانا بمتحن شفت الورق بتاعي وكل ما اجي اكتب الكوبايه تتكب قدامي وتدلق على الورق والورق يتبل ميه وما اعرفش احل. فمعناها ان انت هتزعل بسبب الماده اللي انت جاي تمتحنها دي. لو انت عرفت الماده دي ايه في الرؤيه، انت بتمتحن في ماده ايه وتجي عليها الميه، اعرف اني تخص الماده دي امر هيزعلك وهيخليك ما تعرفش تحل، ممكن تبقى متضايق. ولو انت شايف ان انت مش عارف اصلا امتحان ايه اللي انت دلقت عليه الميه او الورق بتاعه للطلبه والطالبات اللي بيمتحنوا، يبقى معناها الامر عام، انت مش مذاكر، ولازم من الايام اللي جايه دي تركز قوي، لان انت محتاج انك تاخد بالك قوي قوي من دراستك، لان في حاجه هتزعلك في الامتحانات. ده لما يكون مش عارف ايه الماده. والله اعلى واعلم. وبكده نكون اوجزنا موضوع الميه، واللي قلنا اللي عنده اي حاجه حصلت له عن طريق الميه، اذا كانت رؤيه مبشره او رؤيه محذره، يكتبها لنا في الكومنتس تحت اسفل الفيديو، وان شاء الله نستفاد ونفيد. ويلا بقى نختم الفيديو بتاعنا ونصلي ونسلم على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبكده انتهى الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.